ازيكم؟ النهارده هنحضر ريزوتو الو زعفرانو. ايه يا عم الكلام ده؟ ما تيجي نشوف. انا ايساك وده مطبخ لا فوركيتا. طيب هنحتاج ايه النهارده؟ هنحتاج ريزو، يفضل لو يكون رز ايطالي. هنحتاج زعفران، بصل، وزبده، ومرقه خضار. طب بالنسبه لمرقه الخضار دي انا كنت صورت لها وصفه مخصوص وحطيتها، هحط لكم اللينك فوق هنا او تلاقوه تحت في الديسكريبشن. روحوا هناك شوفوا الوصفه لو محتاجينها. طيب اول حاجه هنعملها، هناخد الزعفرانو اللي هو الزعفران، وهنحط شويه من المرقه بتاعتنا وهي سخنه، اهم حاجه ان هي تكون مغليه، وهنسيبه حوالي، يفضل اقل حاجه 20 دقيقه، لو نص ساعه يبقى احسن، علشان انا عايز الزعفران يطلع كل الطعم واللون والريحه بتاعته، عشان بعد كده هتعرفوا هنعمل بيه ايه. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد الرز بتاعنا ونحمصه. نحمصه ازاي؟ هشغل على كسرولة نار متوسطة وابدأ انزل بيه من غير اي حاجة على الناشف، لا زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. انا ليه عايز احمص الرز؟ تحميص الرز هيخليني اطلع كل الزيوت وريحة الرز، علشان الرز يعلي التيست معايا، وتاني حاجة هيقفل على كل النشا، بحيث ان النشا ما ينزلش معايا ويبدأ الرز يعجن وانا بطبخه. فالمرحلة دي مهمة جدا. طب دلوقتي هنكمل نحمص الرز بتاعنا. في كذا طريقة عندنا عشان نقدر نحدد لو الرز بتاعنا اتحمص وبقى جاهز. أول حاجة طبعا الريحة بتبدأ تطلع وبنبدأ نشمها، بس دي مع الخبرة بتفهموا لو هو جاهز. تاني حاجة تلاقوا حبات الرز بدأت تبقى شفافة، يعني هم بيقولوا عليها ترازلوتشي، يعني بدأت إن هي تاخد لون أبيض شفاف. أو أحسن طريقة وأبسط طريقة، تاخدوا الرز أول ما تلاقوا مش قادرين تخلوه في إيديكم، معناه إن الرز اتحمص وبقى جاهز. نشيله من على النار ونحطه على جنب. طب دلوقتي هناخد مكعب زبدة وننزل بالبصل بتاعنا ونبدأ نشوحه على نار متوسطة. أهم حاجة إن احنا ناخد بالنا وما نحرقش البصل، عشان احنا عايزين نخليه يدبل مش يتحرق. لو حسيتوا إن النار بدأت تعلى، واخدين شوية من المرقة ونحطهم بحيث إن احنا ننزل درجة الحرارة والبصل ما يتحرقش معانا. أول ما نوصل للنقطة دي البصلة بدأت تدبل معانا، هننزل بالرز ونقلب، نديله دقيقة كده مع البصل. انا اديته تقليبة كده مع البصل. نبدأ ننزل بالمرقة بتاعتنا. طبعا المرقة بتاعتنا على النار هادية سخنة، واحدة واحدة. احنا مش عايزين نغرق الرز، احنا عايزين يا دوب نغطيه. دلوقتي هنبدأ ننزل شوية، نخليها على نار متوسطة ونبدأ نسوي الرز. طيب احنا ليه مش بنغرق الرز بتاعنا؟ علشان احنا مش عارفين الرز بياخد قد ايه ميه، فاحنا هنفضل زي ما بيقولوا كده، هنفضل نسايسه واحده واحده. هما بيقولوا هنا ريزوتاري، ان احنا نبدا واحده واحده نغطي الرز، وكل ما الرز يشرب نغطي تاني، وكل ما الرز يشرب نغطي تاني لحد ما نوصل للسوا بتاعه. فانا دلوقتي هنبدا نغطيه واحده واحده لغايه لما يستوي، وقبل السوا بكام دقيقه هرجع لكم عشان اقول لكم هنعمل ايه. طيب تمام، دلوقتي الريزوتو بتاعنا خلاص دخل على السوا، فهنعمل زي ما اتفقنا دلوقتي ان احنا هناخد الزعفران اللي احنا كنا سايبينه في الميه السخنه ونبدا ننزل بيه ونقلب. الريزوتو ده كمان هم بيسموه ريزوتو الزعفرانو، يعني ريزوتو بالزعفران، او كمان بيقولوا عليه الرز الاصفر نسبة للونه. يعني الطبق ده اصوله من مدينة ميلانو، وهو طبق من الاطباق الكلاسيكية اللي معروفة بيها منطقة ميلانو. ويقال يعني ان الزعفران ده كان فيه زمان رسام بيستخدمه، وبعد كده جرب يحطه في الاكل، ومن ساعتها عجبهم وبداوا بقى يحطوا في الوصفات بتاعتهم يعني. فهو دوت مشهور في مدينة ميلانو. طيب تمام، انا خلاص يعتبر انا دلوقتي كده الدنت.
لو انتوا اخدتوا بالكم انا ما حطيتش ملح خالص، انا كنت مملح المرقه بتاعتي، فانا دلوقتي هدوق عشان اشوف لو ناقصني ملح. فاضل حاجه صغيره بس انا مش هحط ملح لان انا لسه عندي بارميجانو، والبارميجانو مالح فهيظبط معايا الطبق. طب زي ما انتوا شايفين الريزوتو دلوقتي خلاص استوى معايا. نطفي على الريزوتو بتاعنا وهنجيب زبده من التلاجة لسه طالعه ساقعه، ولازم تكون ساقعه عشان نعمل حاجه اسمها مانتيكاتورا. المانتيكاتورا هي اللحظه اللي احنا بنحط فيها دهن في الريزوتو بتاعنا علشان يعمل القوام اللي معروف بتاع الريزوتو. هنحط ونبدا نقلب. شايفين بدأ ياخد قوام اهو. طيب تمام، بعد كده هنحط البارميجانو بتاعنا ونعمل نفس اللي عملناه مع الزبدة. تمام، دلوقتي الريزوتو بتاعنا جاهز ويلا نحضر الطبق. في حركة هنا مشهورة في الريزوتو، لما بيجوا يحضروا الطبق بيعملوا كده علشان يوزعوا الريزوتو في الطبق وياخد الفورمة الدائرية بتاعته. كده الطبق بتاعنا يبقى جاهز. ودلوقتي وصلنا لأكتر فقرة أنا بحبها، يلا ندوق. لازم تجربوها بجد، خطيرة. أؤكد لكم إنكم مش هتندموا لو جربتوها. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. هستنى رأيكم تحت في التعليقات. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك، تعمل لي سبسكرايب. هستناك في وصفة جديدة مع لا فوركيتا. تشاو.